السلام عليكم يا شباب، معاكم احمد ديتاشي من قناه احمد ديتاشي وتحليل مباراه الزمالك وسموحه بكره السله واللي انتهت بفوز الزمالك 63-59 في مباراه ضعيفه من نادي الزمالك. طبعا انك تكسب فرق 4 نقط بس. كلام اكتر وتحليل اكتر هنتكلم عليه على مدار المباراه النهارده وعلى مدار المباراه اللي جايه وشكل الفريق ذات نفسه، ولكن بعد الانترو. خلص لعب يا قلبي احمد الاحمر. اهلا بكم تاني اعزائي المشاهدين. طبعا فريق سموحه لعب لعبتين بس النهارده على مدار ال 40 دقيقه، وديت نادر ما بتحصل في كره السله، ان فريق اولا بيلعب بطول الملعب، بيضغط عليك بطول الملعب على وانت بتطلع بالكره، ده شيء طبيعي ماشي، ما عنديش اي مشكله معاه. الحاجه الثانيه انه بيلعب زون ديفنس على مدار ال 40 دقيقه، اظن يعني 35 نقول من 35 ل 40 دقيقه زون ديفنس. كون ان فريق اولا ما يحولش من الزون ديفنس للمان تو مان معناها ان الفريق اللي قصاده معطوب. الزون ديفنس اعطبه، الزون ديفنس اللي هو الطبيعي ده اعطبه. الفريق بتاعك تم اعطابه ليه؟ علشان خاطر ضرب الزون ديفنس مش موجود عندك ومش متوفر لديك. ان يكون عندك لاعب فلتة يقدر على مدار المباراه يضرب الزون ديفنس بتكتيكات معينه المدرب بيتفق معاه، سواء لعيب مثلا يعمل مع السنتر بيك اند رول، او سواء لعيب بيضم بيتعمل له سكرين فيعمل ميديم شوت، او اهم حاجه خالص وهو الشوتنج. والشوتنج هنا اقصد بيه اللي هو الثلاثيات. طبعا ان الفريق حصل له داون جريد جامد جدا وهبوط مستوى غريب في الثلاثيات، ان انا اهم لعيبه عندي بتلعب ثلاثيات زي عزب ومودي والمحترف ومعاذ ايمن، والمستواهم في الثلاثيات وقع جامد 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 يعني بطريقه فظيعه، والمحترف كذلك. ان انا اوصل معاك لمرحله ان مودي مثلا شوط 8 كور ضيعهم، معاذ ايمن جاب ثلاثيه واحده بس، عمر هشام جاب ثلاثيه واحده بس، ومهاب ياسر هو الوحيد اللي جاب 4 ثلاثيات مثلا من 10 او 4 من 8. فده بيدل لي ان الفريق ده مش ماشي مستوى الصح ومش عارف يضرب الزون ديفنس، ومش عارف هما كانوا بيتدربوا على ايه، انه او ليه دولت يقعوا مستواهم، او في حاجه غريبه في الفريق ان مستوى الشوتنج بتاعك يقع للدرجه دي. وبرده حاجه يعني من ضمن الاسئله اللي بتراودك في المرحله ديت، هو انا ليه ادم العيده مشي؟ بما ان انا اصلا في مشاكل مثلا في الشوتنج، او طبيعه الحال انا مش فاهم ليه في مشاكل في الشوتنج، او هعتبر ان في مشاكل في الشوتنج، ادم العيده مشي ليه؟ ما تفهمش السؤال ده، واحد مش هيجاوبك ولا حد هيقدر يديلك، خصوصا ان اللاعب ده واحد يقول لك ده مش عارف ماتش الاهلي ايه او الاتحاد ايه ما عملش مثلا مستوى. يا حبيبي هو ماتش الاهلي والاتحاد يعني ده لعب معاهم 3 4 سنين، يعني مثلا عشان نقدر احكم على اللعيب ده عشان ماتشين وخلاص؟ ما هو ماتشين وشوترز. ما هبه مين كان جايب 1 من 9 في الثلاثيات، ولا 1 من 8 في الثلاثيات، و1 من 7 في ماتش الزمالك اللي بعديه؟ هبه مين اصلا في الاربع 5 ماتشات اللي لعبوا قصاد الزمالك السنه دي كلهم واقع، كلهم مثلا بيجيب ثلاثيه كل ماتشين مثلا، فخلاص كده هيبقى من وحش؟ لا عادي يا عم، مثلا هو ما حصلش من نصيب لانه لعب ماتشين بس قصاد الاهلي فوقع مستوى في الفتره دي مش اكتر يعني. انما اللي توصل لمرحله ان انا اخش ماتش دلوقتي واللعيبه كلها في الثلاثيات ضاع، في حاجه غريبه. ده مش بتدربوا اصلا على الثلاثيات كده، ما تيجي من واحد مثلا من 2، انما تيجي من 6 من 4 5 لعيبه والفريق كله يقع في الثلاثيات. ما يجيبش بس الثلاثيات اللي مهاب ياسر، والحمد لله انها مشيت معاه وظبطت معاه الحمد لله يعني، هو الا بقى الفريق كان واقع اصلا وضاع. عموما عاوزين نقول ان فريق سموحه لعب لعبه واحده الزون ديفنس وبس والضغط العالي وكان هيكسب المباراه، ولولا توفيق ربنا سبحانه وتعالى والحظ خدمنا في الاستيلين اللي عملهم مهاب ياسر في اخر المباراه ما كناش كسبنا المباراه دي. بس لا شيء فقط، ما فيش غير كده. نيجي بقى للمحترف والكلام الكتير عن المحترف. بطبيعه الحال المحترف ما خدش الوقت الكافي عشان نقدر نلعب او يقدر مثلا نشوف امكانياته ايه ومهاراته ايه، بس زي ما انا قلت في الحلقه اللي فاتت المحترف اغلب لعبه بيكون عن طريق الميديم، على طريق الجامب شوت، وبيلعب الميديم بتاعته، فبالتالي هو بيحتاج مثلا قلنا 50% نسبه السنات بتاعته، بيحتاج مثلا 10 كور عشان يجيب لك 5. ممكن ماتش مثلا يجيب لك 6 من 10 6 من 8، مفيش اي مشكله. المهم ان هو يضيع لك مثلا، ممكن ماتش يعني يوم ما يقع خالص يقول لك مثلا 4 من 10. المهم يعني في خلاصه الحوار ده ان هو بيحتاج مساحه من الكور ان هو يخش ويلعب الميديم شوت. النهارده مثلا انا شفته لعبها 3 4 مرات بس، ما خدش المساحه الكافيه ان هو يلعب على مدار المباراه ميديم شوت كويس او لعبته كويس عشان يقدر يجيب لك نقط ويقدر يخش معاك في المود اكتر، لان المدرب ركنه اغلب اوقات المباراه وما تفهمش ليه. المحترف بتاعك اولا بيشغل مركز 3، لما كان بيلعب على مدار المباراه كان في حد بيشغله من خلال مركز واحد؟ لا، كان المدرب بتاعنا بيلعبه هو في مركز واحد،
فاولا حاطط عليه ضغط ان هو يطلع بالكوره. تاني شيء بيلعبه في اللي هو النقطه الصفر ديت اللي هي نقطه البوينت جارد، وعايز هو بقى ايه يوزع اللعب ويشوف دي مين هيتحرك فين وده يعمل كده. طب هل ماذا فعل المحترف لما راح في الحته ديت؟ هو ادى بكل كفاءه عاليه. اللعيب انت بنشوف الكره تطلع منه ملبن، الكره بتطلع منه زي السكر وزي العسل، مهاري شويه. اي نعم غلط مره مثلا مفيش اي مشكله، هو احنا قلنا ان هو بيعمل مثلا 4 5 تيرن اوفر في المباراه، عمل النهارده مثلا 2، بشيء طبيعي هو هيعمل التيرن اوفر دي برده في كل المباريات. ما نقدرش نركن حاجه زي كده، مفيش حد يمسك الكره على مدار المباراه ما بيعملش تيرن اوفر. بس برضو هو بيعمل تيرن اوفر، بس هيديني 5 كيك اوت حلوين للعيبه اوبن شوت، هيعمل لي باصتين تحت الباسكت، هيجيب لي 5 مثلا ميديم شوت، هيجيب لي ثلاثيتين. انما انا عملت ايه لما انا جبت المحترف النهارده؟ انا ما جربتوش اصلا. انا شفت انا اهو ادي كورتين اساسيين حلوين اهوت منه، وادي كيك اوت حلو اهو، وادي يا سيدي ميديم شوت حلوه منه. ثم ماذا بعد؟ انا بقى وادي محاوله مثلا للعب مع احمد اسماعيل، مفيش اي كلام. المحترف يا جدعان عشان اولا يعني اقدر اجهزه للمباراه الجايه، مش كان انا داخل في المباراه على طول، لازم اولا المحترف ده بسطه حلوه، لازم يتفاعل مع اللعيبه اللي حواليه. يعني هو عمل كام كيك اوت حلوين اهوت مثلا، او كام باصه حلوه. انا عاوز اكتر من كده، انا عاوزه يلعب مع مركز 4 ومركز 5 حلو. ده اهم حاجه بالنسبه لي، الباص اللي هيجيب الباسكت على طول، مش الباص اللي يبقى فيه ريسك ان هو ممكن تيجي او لا، اللي هو الثلاثيه يعني ده فيه ريسك، ممكن اللعيب يضيع الثلاثيه ممكن يجيبها. انما الباص اللي هو يجي على طول، اللي هو اللي يديها للسنتر يروح داخل على الباسكت جايبها على طول. انا لازم يبقى في كيمياء بقى ما بينه وما بين السنتر عشان يحفظ تحركاته ويحفظ هيبصله امتى وهيبصله ازاي وهيبصله فين في مدار ايده، يعني هيبصله في ايده بالظبط ولا هيرفعها له اليو باص ولا هيعمل له ايه بالظبط. لازم يبقى في تجانس تفاهم ما بينه وما بين السنتر او اللعيب اللي جوه. لازم يكون فاهم ان مهاب ياسر هيقطع في المنطقه ديت في الوقت ده، لازم يكون فاهم ان مودي هيقطع برضه في الوقت ده او هيكمل تكميله في البتاع ديت. فهل بقى في حد فكر بقى ان هو يلعب المحترف على مدار مثلا وقت طويل؟ لا، كنت بتنزل المحترف كام كوره خده شكرا انت اقعد معايا يا حبيبي. وده طبعا غلط يعني، ده هنكتشفه، بس على الله ان هو ممكن بيحاول مثلا على مدار ال5 مباريات الباقيه ان هو يعد لمباريات البلاي اوفس، ما عنديش اي مشكله يعني. بس عموما يعني هو المحترف مش هيقدر يديك غير لو اديته الوقت ده الكافي ده. وفي الاول وفي الاخر برضو خليك فاكر هو عاوز يديك ايه او انت عاوز تاخد منه ايه، لانك بطبيعه الحال عمرك ما تعرف تاخد منه اللي هو السوبر فاجر حريت مش عارف ايه وعاوز منه كل حاجه. لا، هو ليه حاجات معينه هيعملها. ميديم شوت هيشوطه مثلا او هيحاول يخترق مثلا او هيحاول يعمل ستيل على مدار المباراه، كام حاجه انت طالبها منه هيقدر يدي لك فيها ويقدر يديك اللي انت او اللي هو المتاح ليه اقصى حاجه ان هو يقدر يديهولك. ده بالنسبه للمحترف. يبقى اتكلمنا في الشقين. اولا سموحه لعبت بس زون ديفنس وقدرت ان هي تحجم الزمالك وكمان كانت ممكن تكسبه، ده بسبب ان الشوتنج عندك واقع وبسبب ان مفيش عندك سيستم انت ماشي بيه صح. يعني لما وليد عبد الجواد يمسك الكوره او على اور مفيش تحركات او قطاعات او تكتيكات ما بين اللعيبه يقدروا يتفاهموا بيها او يهدوا المنافس او يقدروا يتجاوزوا المنافس. مفيش لعب بيحصل كده، مفيش تكتيك، مفيش مش عارف. انا الماتش يمكن الماتشين اللي فاتوا كان احسن من كده، بس ده غالبا عشان مفيش تدريبات. لا بعد في البيت مريحه. يعني الماتشين اللي فاتوا كان احسن من كده، كان في هجمات ما بين اللعيبه وكان في حاجات مرسومه وشغل حلو. انما اللي حصل النهارده ده مش فرقه اولا بتدرب الفتره اللي فاتت. طبعا احنا عارفين ليه ما بيدربوش، يعني مفيش حد بيدربهم، يعني ما عارفين المدرب طبعا كان مع منتخب مصر بس حتى على الاقل يعني مفيش حد مثلا دربه مع ثلاثيات. دي شغل مش شغل مدير فني، يعني ده شغل مدربين. مفيش حتى ان الفرقه كلها تقع في الثلاثيات، ده مشكله. يا قلبي فعموما يعني اخر حاجه في الحلقه هتكلم عليها اولا حلول الماتشات اللي جايه. اولا على مدار 5-6 مباريات اللي فاتت لازم تجهز المحترف وتسيستمه مع اللعيبه وياخد اكبر قدر كافي من الوقت وتظبط له حد يساعده في الملعب برضه، بمعنى انك ما تشيلوش الحمل ده كله. هو اللعيب في الاول وفي الاخر هو مركزه الاساسي هو مركز 3 مش مركز 1، فما تحطش الضغط والحمل عليه ده كله، لان في الاول وفي الاخر مش هتلاقي نفسك لا مش عاجبك هو تروح مقعده جنبك، وده غلط. زي ما انت بتزعل على عمر يعني مثلا، وانت اصلا حاطه في الضغط ده وهو على عمر مش بتاعته، ما هو مش عارف يتصرف. ما هو اولا هو في زون ديفنس، هو عاوز يتصرف مش عارف يعمل ايه، مفيش حد اصلا بيتحرك حواليه، سايب له الكوره وخلاص. معلش النقطه اللي سجلناها في الربع ايه كلها كور اصلا فرديه ثلاثيه عمر هشام فردي،
في الثلاثيتين مثلا مهاب ياسر فردي، 2 ستيل من مهاب ياسر وسببوا لنا ان احنا نكسب المباراه، حاجات فرديه مش اكتر من كده، مفيش لعب جماعي خالص في الماتش. تاني حاجه، اولا تدريب على الثلاثيات، انا مش ما ينفعش اقع الوقعه دي. ادم العيده مشي ليه مش عارف اولا، بس مع اننا تجاوزنا النقطه ديت، اللعيبه اللي عندي ما تفقدش على الاقل الثلاثيات اللي عندها. ياسر مودي اللي كان كل مباراه من المباريات اللي فاتت على الاقل فيها 4 5 ثلاثيات وعمل مستوى حلو، النهارده ولا ثلاثيه ليه؟ معاذ دايما مش واخد وقت حلو، واخد وقت كافي ليه؟ وهو ثلاثيه واحده اللي جابها وما لعبش، ما شفتش منه اختراق، ما شفتش منه ميديا شوت، ما شفتش اللعب بتاعه الطبيعي ليه؟ عزب نفس الكلام، فين عزب بتاع المباريات اللي فاتت؟ برضو كل حاجه في الفريق عملت تقع. بس اتمنى ان احنا على مدار 4 5 مباريات اللي جايه، احنا مش فاضل وقت كتير اصلا، يعني 4 مباريات ل5 مباريات وخلاص داخلين في البلاي اوفز، داخلين في المباريات اللي خلف كاس مصر، مفيش وقت قدامنا، ما ينفعش الوقعه دي نفضل نتكاتف بقى حوالين نفسنا بقى. فاتمنى ان احنا نتكاتف يعني في المباريات اللي جايه وربنا يسهل ويكرم ان شاء الله. بس عموما مباراه الاهلي مش هتبقى مباراه سهله خالص، لان الفريق حاليا واقع والمحترف لسه ما اتكيفش مع اللعبه اللي حواليه، والمدرب مش عارف يسيستم الوقت ما بين اللعيبه وما بين، مش عارف يعمل روتيشن الصحي الكامل، ومش عارف يعمل تكتيكات ما بين اللعيبه، او على الاقل هعتبر ان عادتهم الفتره الطويله ديت هي اللي لسه ما رجعتهمش للمستوى الطبيعي بتاعهم، مش اكتر من كده. يلا اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، واتمنى يكون الوضع احسن من الوضع الحالي.